السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الغراب، حياته وتفاصيل من حياته يعني. الغراب هو نوع من الطيور بينتمي لفصيلة الغرابيات، وهو نوع من الطيور المعروفة في جميع أنحاء العالم، بحيث إنه موجود في كل حتة في العالم حرفيا. موجود في أفريقيا وفي الأمريكتين، وموجود في شمال أوروبا، وموجود في كل أجزاء من آسيا. غازي العالم حرفيا. بيتميز الغراب بصوته الشديد جدا اللي مفيش حد مننا بيطيقه. صوته حاد جدا. عارف انت الصوت المسرسع؟ انا هسيب لك صوته كده انت بقى تشوف. وفي اكتر من نوع من الغراب، ولكن في نوع واحد بس اللي مشهور عندنا، وهو النوع اللي لونه اسود، وده بيبقى اسمه النوحي. والغراب بيحب اي حاجة بتلمع، يعني مثلا لو شاف معاك جنيه، عملة، صابونة ملونة. والله يعني في حالات سجلت ان لقوا صابون في عش الغراب، يعني الغراب مش نضيف يعني او بينضف نفسه. والغراب من الطيور المفيدة جدا وصديقة لعمنا الفلاح، بحيث ان الغراب بيتغذى على كل الآفات والحشرات اللي بتأذي النبات زي ابو قردان كده يعني عندنا في مصر. وبتميز الغراب بمستوى ذكاء عالي نسبيا مقارنة مع الطيور الأخرى. وفي أبحاث علمية بتقول إنه أذكى من طفل عنده 7 سنين. شايف وصل الغراب ذكاؤه لغاية فين؟ لا، وكمان مش بس كده، ده بيستخدم أدوات زي المفك والعصيان وحاجات كتير. وممكن يقدر يبني لنفسه أدوات كمان يستخدمها. يعني في حالات كتير أوي اتسجلت إن هو بيعمل أدوات وبيخترع حاجات ويستخدمها في حركاته اليومية. والغراب من الحيوانات التي تم ذكرها في القرآن الكريم، وبالتحديد في سورة المائدة من الآية 27 للآية 32، وفي قصة قابيل وهابيل، أول حادثة قتل في التاريخ. نتكلم بقى عن حياة الغراب شوية بقى. الغراب من الحيوانات الاجتماعية جدا، فتلاقيه عايش في جماعات وأسراب كشلة يعني. وزوجين الغراب بيفضلوا عايشين مع بعض طول عمرهم، وذكر الغراب بيتجوز واحدة بس وبيحزن عليها جدا لو ماتت. والأنثى لو اقترب منها ذكر غريب بتضربه حتى بيبعد بعيد عنها. يعني بيحبوش الخيانة يعني. زوجين الغربان نسلهم في العش وبيجلبون لهم الطعام، ولو ظهر أي صقر في المنطقة الأبوين بيهجموا عليه لغاية ما يبعد عن العش بعيد جدا. والغراب أول ما بيتولد بيكون لونه أبيض عليه زغب أسود، بيتحول بعد كده إلى ريش أسود. بقى معلومة عن الغراب، هي الغراب بيقدر يعد لحد 9، وهو الطير الوحيد اللي بيقدر يعد لحد رقم 9. بحيث إن في تجربة اتعملت على الغراب، وكان بيعد 9 أرانب. كان بيستنى ال9 أرانب لحد ما يخرجوا من العش عندهم، ويخش ياكل هو. ولو ال9 ما خرجوش يقف يعد هو كده: 1 2 3 4. عدى مثلا خرج 8 وبقى أرنب جوه ما يخشش، لغاية ما ال9 كلهم يخرجوا بيخش. بصراحة أنا مش عارف أقول إيه أكتر من كده. سبحان الله. وبس كده، ما تنساش قبل ما تخرج تحط لنا لايك، ولو عندك أي فكرة الفيديو جديد تقولي في التعليقات. وبس كده، مع السلامة.